السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جميعا زمان في كل مكان. اهلا بيكم في فيديو جديد. هنعمل يا جماعه دلوقتي فيديو كده على السريع قبل مباراه الاهلي والزمالك، وهنتكلم عن اقوى نقاط الاهلي واقوى نقاط الزمالك وبرده نقاط الضعف ما بين الفرقتين. نجيب لقطات وحاجات كتيره، هنحاول نكشف نقاط القوه ونقاط الضعف عند الفرقتين برده بالصور، وهنحاول على قد ما نقدر نجيب حاجات مؤثره جدا ما بين الفرقتين. تابعوا معانا الفيديو الاخر، وكمان برده مستنيكم لاي حد يكتب تشكيله الفرقتين وتوقع النتيجه. وهنبدا دلوقتي فيديو يا جماعه بالاهلي. هنبدا دلوقتي يا جماعه بنقاط قوه الاهلي. احنا يا جماعه عارفين ان الاهلي الفتره اللي فاتت يعني معظم لعبه واحد، يعني اسلوبه واحد، وفي مشكله هتقابل الزمالك كبيره انا خدت بالي منها، ان الاهلي بقاله فتره بيطلع كلين شيت. دي حاجه وحشه لنادي الزمالك، ان الاهلي بقاله فتره كبيره بيطلع كلين شيت. هنتكلم يا جماعه دلوقتي عن اهم نقاط قوه النادي الاهلي، وهي في الكرات الطوليه ما بين المدافعين للمهاجمين النادي الاهلي. بنشوفها كتير قوي بيتعمل لبيرسي تاو والشحات وبيعملوا منها خطوره. وبرده في لقطه يظهر هنا، كانت لقطه في مباراه الاتحاد اللي فات، مدافع النادي الاهلي لعبها لحسين الشحات، وحسين الشحات استلمها وعدى منه ونجح ان هو ياخد ضربه جزاء. تاني حاجه الاهلي بيعملها الضغط العالي على منطقه نص الملعب. يعني الاهلي اللي فاتت بيعمل ضغط عالي على لعيبه نص الملعب، بيمنعهم ان هم يبنوا الهجمه. ودي برده هوريها لكم في صوره، برده الاهلي عملوا ضغط عالي على نص الملعب ونجحوا ان هم يضيعوا الكوره، وبرده نجحوا ان هم يحرزوا الكوره الجون في الاخر. وبرده يا جماعه في حاجه، برده في لعيب في الاهلي بيعمل تحركات فك اي تكتلات دفاعيه واي تكتلات في نص الملعب عموما، وهو بيرسي تاو. يا جماعه بيرسي تاو الفتره الاخيره اول ما تلاقي الفرقه اللي قدامك قافل كل خطوطه، بيرسي تاو بيسحب نفسه من الجناح لتحت نص الملعب خالص، بيسحب نفسه من نص الملعب خالص، ويبدا ياخد معاه انتباه اللعيبه ويفضي مساحه، يحاول يخرج اللعيبه عن تمركزها، وبيفضي مساحه لنص الملعب اللي لعيبه الاهلي برده بتستغلها، بالذات احمد عبد القادر بينزل وبيستلم الكوره برده، وبينجح الاهلي ان هو بيحرز منها اهداف. يعني كده اهم نقاط الاهلي الكرات الطوليه، الضغط العالي على بالذات لعيبه نص الملعب، ولعب الاهلي ما بين الخطوط. وكده دول اهم نقاط قوه النادي الاهلي: الكرات الطوليه، تحركات بيرسي تاو، والضغط العالي بالذات على لاعبين نص الملعب، والتحركات ما بين الخطوط. هنخش الناحيه الثانيه، هنروح دلوقتي على نقاط ضعف النادي الاهلي. ونقاط ضعف النادي الاهلي هي مش كتير قوي. نقاط ضعف النادي الاهلي وهي في العرضيات، تمركز المدافعين في العرضيات، والباكات. زي ما احنا عارفين النادي الاهلي باكاته هجوميا عاليه، لكن يا جماعه كل حاجه بتاثر على الثانيه. يعني انت هتعمل ضغط عالي هتسيب فراغات وراك، فهو ده اللي بيحصل مع باكات النادي الاهلي. باكات النادي الاهلي بتقدم، فدي بتعمل ثغره في الدفاع. النادي الاهلي بيتلعب كتير قوي ورا الباكات، بس الفتره اللي فاتت الفرق ما بتستغلش النقطه دي. وبرضه هوريكم صور، برضه كان في مباراه المقاولين، دي المباراه اللي من فتره طويله الاهلي ما دخلش فيه جوان الا ماتش المقاولين. هوريكم برضه صوره، الهجمه كلها كانت من عند الباك، كانت من عند محمد هاني، لاعب عمل عرضيه، وبرده جه من عند علي معلول وقطع وجاب العرضيه. يعني هو الجون كله عباره عن الباكات. دول ابرز نقاط ضعف النادي الاهلي. هنيجي الناحيه الثانيه يا جماعه عن الزمالك. هنتكلم اول حاجه عن نقاط ضعف نادي الزمالك. نقاط ضعف نادي الزمالك بقى ايه؟ مشاكله كتير قوي يا جماعه. مشاكله في الدفاع وفي نص الملعب، دي احنا عارفينها. وكمان الزمالك بيتضرب بالكرات الطوليه، ونص الملعب بتاعه لما بيتعمل عليه ضغط بتكشفه. يعني هو مش محتاج نص ملعب نادي الزمالك ب 2 جنيه ضغط عليهم بتكشف كل حاجه. وهم هنتكلم عن ماتش فيوتشر، وفي برضه جون في ماتش فاركو. هجيب لكم برضه لقطه من ماتش فاركو وبيبان لك قوي ازاي دفاع نادي الزمالك بيتضرب بكل سهوله بالكرات الطوليه، اللي هي قوه النادي الاهلي. دي اللي هي نقطه من قوه النادي الاهلي. هنشوف دلوقتي اللقطه مع بعضنا هنا اهون اهي. دي اللعيب عمل الثرو، وبعد كده الكوره بقت جول. هنخش بقى على ايه؟ ماتش فيوتشر. نقطه ضعف برضه نادي الزمالك في نص الملعب. نادي عمرو السيسي واقف لوحده مش عارف بيعمل ايه، يعني مش عارف بيعمل ايه. الكوره بتتقطع ولاعب فيوتشر بيعملها ثرو. انا قلت لكم برضو ايه؟ ان النادي الاهلي بيعمل ضغط على ايه؟ نص الملعب. احنا بقى عندنا الجون فاركو بيكشف لك تمركز نص الملعب بتاعنا الجميل، وبالذات عمرو السيسي اللي هو يا ريت ما يبداش الماتش. ده بيبين لك ان الزمالك هيقدم ضحك لو اصولي وما حلش مشكله الدفاع ونص الملعب. احنا كده ما عندناش نص ملعب الا لعيب واحد بس بيشيل الدنيا، وهو فتوح. وفتوح ده من اهم نقاط النادي الزمالك. هما كام حاجه؟ هما الزمالك معتمد على هجومه الفتره اللي فاتت كلها ايه؟ على لاعبين زيزو وفتوح. دي كل الناس واخده بالها منها وكل حاجه. فتوح اللعيب الوحيد اللي يقدر يخرج لك من نص الملعب حتى لو عليه ضغط، يقدر يعمل لك كوره ويقدر يبدع ويقدر يعمل لك سلوك كويس. وزيزو برضه هو اللي بيقدر يخلص لك الدنيا بحلول فرديه، زي الجون اللي جابه في ماتش فاركو، كان جون اجتهاد شخصي اللي هو
الكره جون في جنش. وبرده يا جماعه الزمالك عنده سلاح الكرات الثابته. الكرات الثابته دي من اهم سلاح نادي الزمالك. معظم اجوان نادي الزمالك الفتره الاخيره برده من كرات ثابته، من فاول او من عرضيه، زي ما احنا شفنا برده في ماتش فاركو. زيزو طبعا كلنا عارفين زيزو عرضياته بتعمل ايه، وبننجح ان احنا نجيب منها اجوان، ودي يا ريت نستغلها عشان دي النادي الاهلي مش هيديك فرص كتير. يعني الزمالك هاجم وكده، بس النادي الاهلي مش هيديك فرص كتير، فيا ريت نستغل سلاح مهم زي سلاح العرضيات. بس كده يا جدعان، ده كان انا حاولت على قد ما اقدر اجمع لكم قوه النادي الاهلي وقوه نادي الزمالك والضعف هنا وهنا، واتوقع معاكم التشكيله اللي تبدا، وهي اسوريو يا جماعه بيبدا بخطط كتيره. يعني الزمالك اخر فتره اصوليو بيلعب 3-4-3 3-5-2، بس هو انا اتوقع ان هو يلعب هنا 3-2 في نص الملعب، 4 في الهجوم، والمهاجم هيبدا بحسام عبد المجيد. الحمد لله ان حسام عبد المجيد رجع قبل الماتش ده، عشان هيفرق برده معانا، احنا برده ما عندناش مدافعين، وهو هيبدا بالثلاثه دفاع، حمزه المسلوسي في القلب، ومعانا حسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني. ربنا ينفخ في صوره محمد عبد الغني وما يغلطش في الماتش ده، وهيبدا في 2 بنص الملعب، وهو اتوقع ان هو هيبدا بفتوح، واللعيب اللي جنبيه بنسبه كبيره هيبقى رؤى، يعني بنسبه كبيره هيبقى رؤى بسبب اصابه دونجا. بس يا ريت دونجا يلحق ويرجع، عشان هو دونجا احسن الوحشين. يعني دونجا مش اللي هيفرق معانا، بس هو احسن الوحشين، بس بنسبه كبيره حتى لو رجع مش هيخاطر بيه الماتش، وهيبدا بفتوح ورؤى. هيبدا قدامه بالاربعه اللي بدا بيهم الماتش اللي فات، وهو نيمار وزيزو شيكابالا ونداي، وفي الهجوم سيف الجزيري. سيف الجزيري ده بيبقى ساعات نقطه ضعف وساعات نقطه قوه، لو فايق هيفرق معانا جدا. وبس يا ريت تكون الغزاله عنده رايق. اتوقع برده معاكم كده على السريع تشكيله النادي الاهلي، وهو مش غريبه تشكيله النادي الاهلي. الشناوي قدامه ياسر ابراهيم وعبد المنعم، الباكين علي معلول محمد هاني، وفي نص الملعب هيبدا بمروان عطيه وديانج. والمشكله كلها اللي هيعملها كولر هو اللعيب بتاعت نص الملعب، احتمال يبقى القندوزي او قفشه، دي بقى حاجه بتاع كولر. والثلاثي الهجومي هيبقى كهربا وبيرسي تاو وحسين الشحات. ويا جماعه اتوقع الماتش ده هينتهي للاسف بفوز النادي الاهلي 2-1. ده للاسف اتوقع فوز النادي الاهلي ب 2-1. ده توقع شخصي. والله يا جماعه انا زملكاوي، عشان محدش يقول لي انت ايه اتمنى الزمالك يخسر. تحليل يعني على قدي، انا بحاول اجتهد واجيب لكم اللقطات برده بالصور. طبعا النتيجه الاهلي يكسب 2-1، ده طبعا انا ما بتمناهوش يعني، بس ايه للاسف يعني ما اتمناش الاهلي يكسب، بس ده توقعي. انا بتكلم معاكم بالواقع، يعني مش هقول لكم عشان الزملكاوي الزمالك هيكسب، لا، اتوقع معاكم بالواقع، عشان احنا الزمالك الفتره اللي فاتت الزمالك بيكسب الماتش بماتشه، ملوش اسلوب واحد. بس يا جماعه حد عنده توقع للتشكيله كده تحت في الكومنتات، وبرده يتوقع مين اللي هيفوز. وفي الاول وفي الاخر معانا راي شخصي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.